السلام عليكم. شفنا في الحلقه اللي فات ميرا مشات للدار ديال سنقول اللي كاينه في البرارك ودقات عليها. ناضت سنقول تحليها، ولكن في الدقيقه 90 ميرا غتغوت غتقول واش كاين شي حد في الدار، وغتسمعها سنقول وغتخلع. مدينه حتى هي غتخلع، مهم كل شيء غادي يتخلع. غتقول لهم مدينه هذا الصوت ديال ميرا انا مأكده 100%. قالت لها سنقول ياه والله الا الصوت ديالها هذا ناري الشات كدير عندنا ياك ما عاقت بينا. شويه غتقول لهم سنقول يلا يلا، اللي لقى شي تصويره في الصاله فيها فيغورتي يجمعها ويدخل للبيت. صافي جمعوا كاع دوك التصاور اللي باينه فيهم سنقول وغيدخلوا كيجريو للبيت. وعكوز سنقول هي اللي غتحل الباب. غتقول ليها ميرا واش كاينه ماما القول، راني جبت شي حوايج كانت خلاتهم في الدار اللي كانت خدامه فيها وجيت ندوي مع ماماها. جاوبتها عكوز سنقول قالت لها راه ما كتجي ماماها حتى الليل، كتخدم حتى الليل. قالت لها ميرا معليش انا غنقول لك هاد جوج كلمات هادو وانتي وصليهم ليها. قلت لها شوفي قول لها بلا ما تبقى تضيع فلوسها وتضيع لنا وقتنا حتى حنا راه عيينا. اش غادي تزيد كاع على عوده التحقيق؟ راه نفس الهضره غادي نقولوها عاوتاني. اشنو غنزيدو كاع وشنو غتزيد هي كاع؟ واش عندها شي دليل؟ ما عندها والو. اجي بعدا واحد الحاجه ضراتني في راسي. باش كتخلصوا داك المحامي اللي درتوه للقول؟ داك المحامي كيتخلص بزباله فلوس وانتم على ما كنشوف ما عندكم حتى دار مقاده. قلت لها عكوز السنقول ماشي سوقك، نخلصوه باش ما بغينا. حنا عارفين بنتنا ما دارت والو وغتخرج. ميرا غير خرجت من عندهم، عيطات لجليدة وسهيلة اللي كانوا كيتسناوها، كانوا خايفين بزاف بزاف. قلت لهم ميرا بلا ما تخافوا، اويلي هاد الناس ما عندهم حتى دار مقاده. هاد الناس ما يقدوش علينا، خصنا غير نوقفوا مع بعضياتنا وصافي. جليدة وسهيلة بقات فيهم ميرا وبقاو تيقولوا شوف ميرا مسكينه مشات تدوي مع هاد الناس هادو وعلى ودنا دارت هاد الشي كامل، خصنا نردوا ليها هاد الخير اللي دارت معانا. سهيله مشات عند هذيك الليله نيت، قالت لها ميرا راني صافي قررت غنسني في ديك الورقه اللي كنتي عطيتيني باش تخرج تنقول، حيت انتي بغيتي هذا الشيء، انتي اليوم درتي داك الشيء على قبلنا وتا انا غندير شي حاجه على قبلك. ميرا فرحات بزاف. جوليده حتى هي بقى فيها الحال حيت حطت داك الكوليه اللي ليكيت باش ترد ليها الصرف على ديك الهضره اللي قالت ليها. صافي وبقى فيها الحال بزاف. الغد ليه الصباح عي فاقت صونات لي قالت ليه شوف انا درت واحد الغلط، حطيت لك واحد الكوليه في الجيب ديالك فاش لقينا ديك المره. قال لي هي قلت حرام عليك انا داير فيك الثقه، علاش درتي هذا الشيء؟ راك عارفه الا عرفاتني ميرا كنغدر بها راه غادي تجري عليا وتا انت غضري من هذا الشيء، علاش درتي هذا الشيء؟ قالت لي من ديك المره ما عجبنيش الحال فاش قالت لي حكا ما حكا، هي ما يمكنش شي حد يغدر بها وهي ميرا كرابي، وانا بغيت نردها ليها ونقول لها راه تنتي يقدر يغدر بك شي حد، راك عاديه بحالنا بحالك. يجيت كان ديك الساعه صايق غادي للخدمه، ضرب دوره فلان تيردي ورجع كيصوب بواحد السرعه خياليه باش يوصل للدار باش يلقى الكولير قبل ما تلقاه ميرا. دخل للدار وبقى يقلب في الناس وهي تلقاه ميرا طايح الارض وجالس كيقلب. قالت لي هي قالت اش كدير تما، علاش كتقلب في الارض فحال هكاك؟ قال لي راه ما عرفتش فين مشات ليا الساعه ديالي. وهي تقول ليه السوايع ديالك راهم منظمين في المجر، علاش كتقلب في الارض؟ صافي المهم خدا الساعه ديالو وزاد في حاله قال اللهم نمشي دابا حتى من بعد نعاود نقلب. سنقول جات عندها السمساره ديال المجمع، قالت لها السلام مدام سنقول، يمتى ما كتكونيش في الدار باش نقدر نجي نصور الدار؟ قالت لها وعلاش اختي غتصوريها؟ قالت لها راني غنحطها التكره، راه السيد اللي كاري لك الدار قال لي بليتي غتخرجي. قالت لها لا اختي انا ما غنخرج. قالت لها السمساره وقيلا انت مازال ما عارفاش، راه العيالات ديال هاد الدرب هذا الجيران ديالك زعما راه جمعوا سينياتورات باش تخرجي انت من هنا. سنقول تصدمات بزاف وتعصبات. قالت لهم هادو في عايل ميرا، مشات كتجري عند ميرا ودخلات بحال هكا وبقات كتقول لها مدينه تهدني شنو كاين؟ قالت لها فينا هي ديك ميرا، ومشات عندها للجرده وغوتات عليها ديال بصح. قالت لها شوفي والله لا خرجت لك من هذا المجمع انا حلفت بحلوفي. خيريه مشات تخدم في الدار ديال سهيله وهي تلاقى بياوز، هو يقول لها ايوا غنوليو نتشافوا بزاف انا عي حداك هنايا. قالت لها ودي غير تهنى خليها على الله راه جمعوا لينا السينياتير راه صافي غنخويو المجمع. ومشات دخلت للدار ديال مدام سهيله وقالت لها مدام سهيله راني ما بقيتش غادي نجي، راكي عارفه راه جريتو علينا من هذا المجمع تنتي غتكوني سنيتي. وهي تقول لها مدام سهيله وغير سمحوا لي راه بزز مني، راني خفت من ميرا تقلق عليا، راك عارفه راها صاحبتي من شحال هادي، ولكن في نفس الوقت راني ما باغاش نضيعك تنتيا، فين نلقى خدامه بنص الثمن بحالك؟ قالت لها شوفي قولي لمدام سنقول راه السي ابراهيم اللي كاري ليها كيكون ديما في داك السونتر ديال التنس اللي كاين في المجمع، تيجي ليه واخا يلعب واخا يبقى غير جالس في ديك القهوه كيتفرج، المهم راه عزيز عليه داك السونتر غتلقاه تما. خيريه صونات على سنقول وقالتها ليها
ومشات سونغول بطوموبيلتها كتجري هي وولدها. فاش وصلت تما قالت لولدها تسناني برا نمشي ندوي معاه، راني عارفك انت لا دخلتي معايا غتمشي تفوت فيه جيبوني، اللهم بقى هنا. دخلت سونغول ومشات وبقات كدوي معاه وداكشي. قال لها شوفي يا سونغول، وحق الله حتى بقيتي فيا وبغيتك زعما تبقاي في ديك الدار وحشمان حيت غنجري عليك، ولكن هذيك عائله كرابي راني ما قادرش عليها وما قادرش على الصداع ديالهم. راهم واحد العائله كبيره وعندهم بزاف ديال الفلوس. صافي سنقول ناضت مشات فحالها قالت صافي غنخرجوا من المجمع. قالت لولدها ديني للدار نجمعوا شطايطنا صافي، اللي عطا الله عطاه غنخرجوا. غير مشات سنقول ياوز مشى نيشان عند داك مول الدار ودوا معاه وخلعوه مزيان. طبيعة الحال هو راه 20 عام ديال الخبرة في مجال الدقيق المسموم، راه عارف كيفاش يخلع بنادم. قال ليه شوف غتصوني على ديك السيده اللي سميتها سنقول وغتقول ليها سمحي لي الا لا سنقول راني غلطت معاك، ياك كتخلصيني في الكرا والله الا حشومه هادشي اللي كندير. وغتقول لها سمحي لي وغير جلسي في الدار لا جات على خاطرك. مول الدار تخلع بزاف، ناض صونا على ميرا قال لها سمحي لي يا مدام ميرا راه مشيت عند المحامي وقرينا داك العقد اللي درت مع مدام سنقول ولقيت باللي فيه شي شروط ما يمكنش ليا نجري عليها، الا جريت عليها خصني نخلصها بزاف ديال الفلوس. قالت ليه صافي صافي فهمت. قال لها راني ما نقدرش نجري عليها وغير سمحي لي. قالت ليه صافي راه عندك الحق، انت اصلا ما تقدرش تخلص داك الفلوس كامله باش تقضي ليا غرض. ومشات عند العيالات وقالت لهم راني فكرت مزيان وبان لي داكشي اللي غنديروه مع سنقول ماشي تالهيه. واه وحنا هكا كنتعاملوا مع الضيف، السيده يلاه جات من مصر وحنا دايرين معاها هاد الحاله، خصنا نعطيوها فرصه واحده اخرى. صافي وكاع العيالات عجباتهم ميرا بقاو تيقول لها انت قلبك بيض طنطن طنطن وهي عجبها الحال. جوليده بوحدها اللي فهمات باللي مول الدار هو اللي قال لها صافي راه ما نقدرش نجري عليها. سنقول قالت لولدها الكان سير طلع على جدك وقالت لي عيد دي معاك الطوموبيل صافي باش ترجع بها عاوتاني نغد ليه الصباح. مشى بديك الطوموبيل الواعره ودوك الحوايج الغاليين وما يشوفوه شي دراري ديال الدرب وبقاو تيقول ليه حكات بدلتي واو على حوايج كي دايرين واو على طوموبيل كي دايره، هاد الفلوس كامله درتيها على ظهر اختك. قال لهم كيفاش كتخربقوا وما يقولوا ليه راه شفنا اختك في الاخبار مصاحبه مع واحد الراجل كبير وبوك وحبه ودازوا الفلوس على ظهرهم. إل كان تعصب بزاف بزاف وعرفتي دار فيهم كاملين شبع فيهم عصا، واحد فيهم كاع هرس له نيفو. خيريه عرفات باللي مول الدار ما غاديش يجري عليهم وهي تقول لهم هادو غير فعايل ياوز، دوك فعايل العصابات ديالو ما بغاوش يساليو. وهي تمشي عنده كتجري ودقات عليه بقات كتدق عليه بحال البوليسي. قال لها اختي مالك كتدقي عليا بحال البوليسي شنو كاين؟ قلت لك سالينا مالك مازال تابعاني؟ قالت لي راني ما جيت لا نتبعك لا والو، راه انت اللي تابعنا مشيتي درتي شغل العصابات مع مول الدار ما عرفت كيفاش درتي تخلعتيه. تقالينا لا عي جلسوا في الدار ومن الفوق تيقولنا واه سمحوا لي العار لا ما سمحوا لي. شويه وهي تخرج واحد البنت غزاله من عنده قالت لي واش ما غاديش نتعشاو؟ شافتها خيريه صافي ضاخت. قالت ليه صافي سمح لي واقيلا غلطت واقيلا ماشي انت اللي دويتي مع مول الدار. صافي بحال هكا بغات ترجع شويه وهو يصوني تليفونها جاوبات وهي تلقاه كان قال لها اختي عاونيني اجي خرجيني من الحبس وما تقوليهاش لماما. خيريه عيطات لسونغول وداهم ياوز حيت ما عندهمش طوموبيل. ياوز مشى دوا مع دوك الدراري اللي ضربهم كان وقال لهم شوفوا غادي تدخلوا وغتمشيو ديروا التنازل لإلكان وغتمشيو تقولوا ليه سمح لي يا خويا إلكان ولا قسما بالله يا تنحيد لباباكم الجلده. صافي الدراري خافوا بزاف ودخلوا لداخل ومشاو قالوا لإلكان سمح لينا على داكشي اللي قلنا ليك صافي يا خويا عي سمح لينا. وقالوا لداك البوليسي صافي حنا غنديروا التنازل الله يسامح. ميرا دخلت بالليل عيانه ودخلت كتبدل حوايجها في امان الله باش ترتاح شويه ويبان لها واحد الكولي ديال الجالق وسط الذهب والديامون ديالها وهي تخلع بدات كتعيط مدينه مدينه اش كيدير هاد الجالوق ديالك وسط الذهب ديالي؟ ياك عندك بيتك جمعي فيه حوايجك لاش حطاه ليا هنايا؟ قالت لها مدينه راه ماشي ديالي راه لقيته في الجاكيت ديال راجلك وانا عند بالي ديالك داكشي علاش حطيته تما. ميرا تصدمات. مدينه تهامرت معاه الاستوديو ديالو باش تجمعوا ليه وما يجبدوا الهضره على سوده. قالت ليه ديما كنشوف سوده مقلقه واش هي هكاك دايره؟ قال ليها لا راه كانت مصاحبه مع واحد الخدامه سميتها الكول ودابا مشات للحبس داكشي علاش هي تقلقات وبقى فيها الحال. قالت ليه مدينه واش في نظرك الكول هي اللي صفاتها لداك هاكان؟ قال ليها مارت ما عرفتش اصلا ديك الدار دايره بحال شي دار مسكونه يا لطيف وديما فيها المشاكل. واحد البنت كانت خدامه في ديك الدار قبل الكول وحتى هي جراو عليها بسبب شي مشكل كبير نيت. قالت ليه شنو هو داك المشكل؟ قال لها ما بقيتش عاقل. مدينه هزت الهضره سخونه كيف العاده وداتها قالتها لسونغول وخيريه. سونغول قالت لهم البنات
خصنا نعرفوا شكون هاد البنت هادي وخصنا ندويو معاها. راه يقدر يكون عندها شي حاجه مهمه، يقدر حتى هي كان كيتصل عليها السياكان وتجي تقول هادشي في المحكمه وراه غادي يخليو بنتي تمشي بحالها. قالت لهم اسماء ما تخافوش، راني تصاحبت مع الخدامات اللي كاينين في هذا المجمع، وغدا ان شاء الله غادي نمشيو نتغداو في المارشي، وديك الساعه غنجبد لهم الهضره بشويه بشويه وغنصوبوا لهم شكون هاد البنت هادي. شويه قالت لهم مدينه عندي لكم اخبار اخرى، راه واقيلا يقيت كيغضر بمدام ميرا، راه لقات واحد الكوليه ديال الجالوق ولكن مازال ما عرفناش مع من. لا غد ليه اسماء رجعت من المارشي وجابت معاها لادريس والسميه ديال البنت اللي كانت خدامه عند جليده. البنت سميتها سربيل ومشات خدمات في واحد المجمع واحد اخر بعيد بزاف على فين ساكنين. سونغول خدات لادريس ومشات كتجري هي وخيريه والكان، مشاو كيجريو لداك العنوان. مشات خيريه هبطات قالت لهم خليوني ندوي معاها بوحدي باش ما نمشيوش عندها بثلاثه بحال شي عصابه ونخلعوها. مشات خيريه بقات عليها قالت لها عافاك اختي راه كنسول على سربيل. قالت لها هي انا. قالت لها عافاك بغيت ندوي معاك، واش كنتي خدامه عند جليده؟ والبنت غير سمعت جليده صفارت صافي وهي تسد عليها الباب. قالت لها عافاك اختي عيسيني في حالك، وسدت عليها الباب. خيريه قالت والو غنبقى نتسناها. بقات كتسناها حدا باب الدار. شويه ويتبان ليها سيربيل سمحات كاع في الخدمه وزات تبغى تمشي في حالها، هازه باليستها وغاده في حالها. قالت لها اختي راه بسببك ديميسيونيت، انا كاع غادي نمشي يا اختي لشي بلاصه اخرى نقلب عليها على راسي، اش بغيت انا شي جليده ولا السيهاكان؟ قالت لها راه السيهاكان مات وراه سموها في واحد الخدامه كانت عندهم، وانا نيت راني خدامه وهذيك الخدامه راه بحال اختي سموها فيها. تخيلي كون بقيتي انتي خدامه عندهم كانوا يقدروا يسميوها فيك نتيا، وانتي عارفه هادوك شحال فيهم ديال الظلم. قالت لها ياه اختي عندك الحق. قالت لها عافاك عيد وي معايا، غير قولي لي شي حاجه، غير عاودي لي علاش جراو عليك، المهم عيد وي معايا. قالت لها سيربيل واخا صافي انا غادي ندوي معاك، ولكن في الجرده. ومشاو لواحد الجرده باش يدويو فيها بجوج. يجيت فاق فرحان وقال الحمد لله داك الكورية طار ما عرفت شكون خداه، مهم الله يربحو بالصحة. وخرج من الدار فرحان وغادي وصونا على جليده قال لها جليده راه ميرا ما عقت بوالو، وقيلا داك الكوليه خداه شي حد، خداتو الخدامه ولا ما عرفت شكون خداه، صحاب ليهم ديال الذهب، مهم يربحوا به انا مهم تهنيت. وهي تقول ليه والله الا مزيان فرحتيني. ميرا غير خرج ييقيت وهي تقول المدينه مدينه اجلي هنا. قالت لها جمعي حوايج ييقيت كاملين كاع داكشي ديالو، جمعيهم ليه ولوحيهم له في الزبل. ومشات ميرا دير السبور مع جليده وسهيله وقالت لهم راني لقيت واحد الجالوق عند راجلي وراني عرفتو كيغدر بيا، ولكن ما تخافوش غنردهم ليه في 10. انا ميرا كرابي يغدرني مع وحده كتلبس الجالوق، والله لا بقات فيه لا هو لا ديك المشعكاكه اللي معاه. يجيت داز يدير المازوط وفاش مشى يخلص عطا كاع لي كارت ديالو ولكن لقات حتى شي وحده ما خدامه. شويه وهي تصوني عليه جليده قالت ليه الو راه ميرا عرفات كلشي، راه لقات داك الكوليه ديال الجالوق. يجيت قال لها راني عرفت راه كاع لي كارت ديالي حابسين. سمح يجيت في طوموبيلتو تما في ستاسيون ورجع بواحد الطاكسي وخلصوا له عيل العساس. دخل للدار وبقى على ميرا حرام عليك انا شنو درت لك، علاش حبستي ليا لي كارت ديالي وشوهتيني قدام الناس. وهي جبت له داك الكولي ديال الجالوق قالت ليه ديال من هذا، قول لي دابا ديال من هذا. قال لها لقيتو ديك النهار في الصاله هزيتو درتو في الجيب ديالي عادي صافي ما كاين والو. قالت ليه بركه من الكذوب، قلت لك ديال من هذا قول لي دابا ديال من هذا. ويقول لها راني قلت لك لقيتو في الصاله، راه كان عندنا ديك النهار حفله يقدر يكون طاح لاي واحد وانا عند بالي ديالك. قلت ليه منيتك واش انا كنلبس هذا الجالوق هذا؟ ويقول لها وانا باش نعرفو جالوق ولا دياموند واش انا كنفهم في هذا الشيء؟ قال ليه ماشي تسوقي دابا عرفت شنو غدير، سير راه حوايجك غنلقاهم في الزباله وخرج عليا. قال لها حرام عليك هادشي اللي كديري معايا، انا شحال من عام وانا خدام في ديك الشركه، علاش كديري معايا دابا بحال هكا كتخرجيني لا ريال لا جوج؟ قالت ليه ماشي سوقي انا ميرا كرابي واللي غدر بيا غادي نحيه. شويه وهي تهبط سودا قالت لها مالك يا ماما كتغوتي، واش كيدير عندك الكوليه ديالي، هذاك الكوليه راه ديالي. وهي تقول لها واش منيتك، واش بنت ميرا كرابي كتلبس كوليه بحال هذا؟ قالت لها عجبني وشريته واش هذه فيها مشكله؟ وهي تعطيه ليها وبقات كتقول لي قلت ناري راني حشمانه منك عيي سمح ليا، ودوك لي كارت غادي نرجعهم وغنصيفط شي حد يجيب لك الطوموبيل. بقات كتطلب منه السماحه وهو طبيعه الحال دا غير سمح ليها حيت داير علاش. وعيطت للمدينه وقالت لها سيري سيري بالزربه للزبل وجمعي الحوايج ديالي يقيت وديهم للمصبانه يتصبنوا عاد رديهم. وهنا غتكون سالات الحلقه ديالنا من 16 حتى ل 19 اللي خاصهم دابا. يلا تهلاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.